السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة أخبار الآن. جدت فاجعة السعيدية التي أسفرت عن وفاة شابين مغربيين بعد تعرضهما للقتل على يد خفر السواحل الجزائريين أثناء ممارستهما الرياضة المائية على متن جيتسكي. نشطاء مغاربة قاموا بتجديد الدعوات إلى منظمي الحفلات الفنية في المغرب، سواء كانت رسمية أو خاصة، بمقاطعة سهرات الفنانين الحاملين للجنسية الجزائرية وقطع العلاقات معهم وعدم الترحيب بهم أو استضافتهم للأداء الفني بالمغرب، كرد فعل على الأساليب العدائية التي تنهجها الجزائر تجاه المغرب والمغاربة. نشر المغاربة حملة رقمية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو من خلالها منظمي مهرجان تيميتار بمدينة أكادير في دورته 18 لإلغاء سهرة الفنان الجزائري أمين بابلون المقررة يوم 9 سبتمبر الجاري على هامش المهرجان. رفع المشاركون في الحملة شعارا يقول: لا لاستقبال أبناء الجزائر بعد قتل أبناء المغرب الأبرياء. وطالب المغربيون المسؤولين عن القطاع الفني بقطع العلاقات مع جميع الفنانين الجزائريين وعدم استضافتهم في المغرب، مشابهة لما فعلته إحدى الملاهي الليلية في مدينة الدار البيضاء، حيث استجابت للحملة وألغت حفل الفنانة الجزائرية الشابة وردة الشارلومنتي تضامنا مع ضحايا فاجعة السعيدية وأسرهم. قالت إحدى الناشطات المشاركات في الحملة: لا يمكن أن نقبل باستضافة الفنانين الجزائريين الذين يهاجمون المغرب في تصريحاتهم في حين تقاطع دولتهم الفنانين المغاربة وأغلقت الحدود وارتكبت جريمة قتل بحق شابين من وطننا. وأشارت الناشطة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الفنانين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في الحفلات المغربية، خاصة الذين يتلاعبون بالتراث المغربي وينسبونه لأنفسهم، وأيضا الذين ينتقدون القضية المغربية الأولى وهي الصحراء المغربية. وأكدت أن الأولوية الوطنية والملكية والشعبية يجب أن تكون في المقدمة، ومن يؤيدنا مرحب به، ومن لا يؤيدنا فله الحق في بلاده. من ناحيته قال مدير أعمال الفنانين المغربي مفيد السباعي إنه طالما طالب بتقليل عدد الفنانين الجزائريين الذين يتم استدعاؤهم لإحياء حفلات فنية بالمغرب أو حتى إلغاء تلك الحفلات تماما، وذلك نظرا لاستقبال المغاربة للفنانين الجزائريين بحفاوة دائمة وتقديم منصة إعلامية لهم في المغرب. وأضاف مدير أعمال الفنانين أنه ضد مشاركة الفنانين الجزائريين الذين يظهرون العداء للمغرب أو يصدرون تصريحات سلبية بشأن السيادة المغربية أو أي موضوع آخر يمس بالوطن، وشدد على أن من يتخذ موقفا سلبيا يجب أن يظل على هذا الموقف. على النقيض من ذلك، أشار مدير أعمال الفنانين مسؤول عن تنظيم التظاهرات الفنية عادل خزيز إلى أنه يدعم استضافة الفنانين الجزائريين الذين لا يظهرون عداء للمغرب ويرسلون رسائل إيجابية عنه، وأوضح أن هؤلاء يمكنهم المشاركة في الفعاليات الفنية بالمغرب وأنه يرحب بهم. وأكد أن الفن يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة للمحافظة على العلاقات الإنسانية والثقافية، وأن التعامل بالمثل يساهم في تعزيز العلاقات بين المغرب، علاقات